المرأة المصرية والمرأة العربية والمرأة العالمية هو يوم 16 مارس. ولما فكرت السيدة الفاضلة سوزان مبارك باختيار هذا اليوم فاليوم ما جاش من فراغ، فكرت ليه يوم 16؟ يوم 16 خرجت الأستاذة هدى شعراوي في أول مظاهرة نسائية، فدي كانت حاجة مشرفة بالنسبة للمرأة المصرية والعربية. حاجة ثانية، المفروض المرأة المصرية تكون فخورة جدا جدا بين سيدات العالم كله، وهو ترشيح الأستاذة تهاني الجبالي قاضية مصر الأولى. فدي حاجة مشرفة جدا جدا للسيدة الفاضلة سوزان مبارك وسياسة الحكيمة للقائد والزعيم الرئيس راعي الوحدة الوطنية الرئيس محمد حسني مبارك. وأذكر تبليغ السيدة الفاضلة سوزان مبارك، أنا أتيحت لي الفرصة سنة 98 أن ألتقي بالقائد والزعيم والبطل الرئيس محمد حسني مبارك، وكنت أمين فتيات في محافظة السويس الحزب الوطني. في الوقت اللي أنا قلت بيه قلت كلمة اسم شباب السويس وفتيات السويس للسيد الرئيس محمد حسني مبارك. وقلت في مؤتمر كان حضره الأستاذ جمال مبارك، وكان في الوقت ده الأستاذ جمال مبارك كرمني واداني شهادة تقدير، وده فخر ليا وفخر للفتاة السويسية أن أكرم من الشاب الناجح الطموح صاحب الفكر والرأي والمبدأ صاحب فكر الجمعية دي من المستقبل الأستاذ جمال مبارك. واليوم أن تتيح لي الفرصة المهندسة الفاضلة صاحبة تجمع كل سيدات السويس، وحياة ربنا مش نقاط ولا غش فعلا، والمكان المناسب هو كان المهندسة الفاضلة، ونعم الاختيار وأحسنتم الاختيار. وتحياتي وتقديري لدكتورة فرناندة حسن على حسن الاختيار المهندسة فوزية عبد الله. ومن ضمن امنيات حياتي الحمد لله في احلام كثيره بتتحقق منها ان انا اتقابلت مع الدكتور انس الفقي وطلبت منه مكتبه عامه باسم السيده الفاضله سوزان مبارك، وبالفعل تم الاعتماد بالجمعيه المكتبه، والمكتبه هتقام في ميلاد الهويه. فارجو تبليغ تحيه وتقدير للسيده الفاضله سوزان مبارك ان تضع هذه المكتبه التي تقام تحت رعايه جمعيه الأربعين. دي رقم واحد. الأمنية الثانية أنا قابلت الرئيس وقابلت الأستاذ جمال مبارك. أمنية حياتي أن أقابل السيدة الفاضلة سوزان مبارك. شكرا. معي بعض الأصدقاء الأعزاء جدا في مدينة السويس، الأخت العزيزة منى شوقي، كل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيب يا أستاذ محمود، وكل المسيحيين والمسلمين طيبين بمناسبة بدء العام الجديد. أستاذ عماد صمويل أحد رجال الأعمال وأول من يقوم بتعليق اللافتات في مدينة السويس ترحيبا بشهر رمضان وبالعيد الأضحى وبعيد الفطر. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة حضرتك طيب وكل مصر بخير إن شاء الله. منى، مسمينك في السويس شعلة النشاط. حكاية شعلة النشاط دي والله هو لقب كبير قوي، وانا بختاره جدا لان هو يعني بيحملني عاطف كبير جدا 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 جدا. هي من كثرة الانشطة اللي انا مشتركة فيها، كنشاطي في الجمعيات الاهلية، كنشاطي في تنس طاولة، كنشاطي في خدمات الناس، كوجودي في الشارع. هو ده يعني اللي اطلق عليا او الناس اطلقوا عليا شعلة النشاط، وبعض القيادات هي اللي اطلقت عليا هذا النشاط. دايما في النصف الاول من رمضان بيكون في يوم الوحدة الوطنية، عندما يقوم الأخوة المسيحيون بتقديم تحية عبارة عن وجبة إفطار مجمعة لكل السياسيين والتنفيذيين والإعلاميين من أبناء مدينة السويس. تقولنا الفكرة جاتك ازاي يا منى؟ هي بصراحة الفكرة جاتني من حاجة أنا شفتها من مثلنا الأعلى قداسة البابا شنودة. مثلنا الأعلى بالنسبة للأقباط، لكن هو مثلنا الأعلى بصفة عامة سيادة الرئيس محمد حسني مبارك، اللي هو يعتبر راعي الوحدة الوطنية في مصر. واننا في عهد مبارك لم نشعر بأي تفرقة عنصرية،
هذه الكلمات من القلب ولا يوجد فيها اي نفاق او مجامله. جات لي فكره الوحده الوطنيه لما شفت قداسه البابا شنودة بيعمل يوم جميل قوي في الكاتدرائيه، بيجمع فيه كل السياسيين والاعلاميين ورجال الدوله، بيجوا كل كافه الوزراء والهيئات والحكومه بتيجي تحضر اليوم دوت. ده بالنسبه لفطار الوحده الوطنيه، ورجال الدين الاسلامي ورجال الدين المسيحي وبعض الشخصيات العامه وعامه الشعب بيحضر فيه جزء منه بالنسبه لفطار الوحده الوطنيه. هو مش في شهر رمضان بس انا بعمل فطار الوحده الوطنيه، لا انا في حاجه تانية انا بحب جدا 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 ان انا اعملها. كنت الاول بعملها مع كده شخصيا، لكن دلوقتي بعملها بحاجه مقننه من خلال جمعيه انا عضو مجلس اداره فيها، جمعيه ال40 شرق، وهي يوم الوفاء والمحبه. دي طبعا انا واخداها من فكره السيده الفاضله سوزان مبارك، وهو رعايه بعض الاسر اللي هي رعايه اليتيم وكفاله اليتيم وذوي الاحتياجات الخاصه. اليوم دوت احنا بنعمله في شهر رمضان. شهر رمضان ده بيكثر فيه عمل الخير بقى، ما بيرتبطش بقى بان هو مسلم او ان هي مسيحيه، هي كلها هو عمل الخير مش بيرتبط في اي انسان سواء كان مسيحي او مسلم، الخير مرتبط بينا احنا كلنا كمصريين. وبتخبرني كلمه من قداسه البابا شنودة ان مصر ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا. ليهم حق يسموك شعلة مصر. ربنا يخليك. استاذ عماد، كرجل اعمال كيف ترى العلاقه في التجاره بين ابناء الوطن الواحد المسيحيين والمسلمين؟ انا بالنسبه للعلاقه دي اصلا انا قايم بدور 3 شركات. ال3 شركات دول معظم الشركاء معايا فيهم مسلمين، واسم شركه منهم بدون ذكر اسم تجاري عشان الاعلان يعني، اسم شركه منهم الوحده الوطنيه. 3 شركات، كل شركه واسماء الشركاء. الحاج مصر معايا في مصنع، والحاج ميمي معايا في شغل، ونبيل خليل علي صالح وعزت مرسي والاستاذ محمد فؤاد والاستاذ خالد، دول شركاء معايا في جميع الشركات بتاعتي. دي علاقه بتبث فعلا وبتقول ان ما فيش اي حاجه من الكلام الثاني، وفي علاقه وفي وحده وطنيه فعلا، والشركه اسمها الوحده الوطنيه بالفعل. في رمضان زي ما قالت الاخت منى انا بقوم بوجبه افطار في مدرسه الفندقيه على حسابي الشخصي للاخوه المسلمين الايتام. يوم افطار معمول للاخوه، مفيش اي حاجه من تبث اي علاقه ولا اي كلام من اللي بيتقال اي حاجه ثانيه غير وجود الوحده الوطنيه عامه في مصر. جميل. في نهايه عام 2002 اصدر الرئيس مبارك قرار جميل باعتبار 7 يناير عيد لكل المصريين وليس فقط للاخوه المسيحيين. انطباعك عن هذا القرار يا استاذ عماد؟ القرار ده اصابني بفرحه شديده جدا جدا جدا، وده كان يعني مش عاوز اقول السيد الرئيس حسني مبارك يعني عمل في مصر كل اللي عايزينه الناس سواء مسيحيين او مسلمين. عمل وحده قائمه بالفعل، مش وحده كلام، وحده جوانا فعلا زي ما اتقال الوحده جوانا موجوده، ما فيش اي خلل ولا اي كلام من اللي بيتقال في اي حته ثاني. الوحده بقت لنا كلنا موجوده. مش عارف، انا الرئيس بيقول يعني ان احنا اخوات في كل حاجه، مش عارف اي كلام بره بيتقال ليه انا مش عارف، وكلام مش كلام لاي حاجه. اي حد بيقول غير كده انا مش عارف بتتقال ازاي، مش عارف. انا بالنسبه لي عموما يوم العيد بتاعي يوم 7 يناير بصحى الصبح بمسك تقريبا، انا ما بنزلش من العيد، بفضل على التليفون تقريبا متصل، التليفون متصل من الاخوه المسلمين على طول التليفون بيردوا اللي انت بتعمله في عيد الفطر وفي رمضان. بمسك النوتة بتاعتي في عيد الفطر وعيد رمضان، بمسك النوتة بتاعتي، ما عندكش فكرة يعني، ببقى قاعد على التليفون مفيش شغل، رغم ان انا شغلي في العيد بيبقى جديد جدا جدا، لكن تقريبا ببقى قاعد بالتليفون في اليوم الاولاني ده لكل اصدقائي طبعا. ودي من اهم المراسم اللي لازم تعملها في بداية كل عيد. بقت زي عادة يعني، على طول اصحى من النوم على طول الفطار، يمكن قبل ما افطر وتتنسك التليفونات تقريبا متصل يوم العيد، مع اني شغلي يوم العيد ومع ذلك بقت عادة مستمرة وعلى طول. جميل، يا رب يدين على المسلمين والمسيحيين مثل هذه المشاعر الطيبة. يعني موجودة وان شاء الله هتفضل طول العمر. منى تقولي لي رايك ايه في او انطباعك عن قرار الرئيس مبارك؟ هي قرار بصراحة كانت مفاجأة، بس القرار قبل ما كان لينا احنا مسيحيين في مصر مفاجأة، فهو كان للعالم كله مفاجأة اكبر. يعني هو الرئيس بتاعنا بأمانة ربنا مديله حكمة جميلة جميلة جميلة. يعني انا اول امنية تمنيتها في بداية العام الجديد
ربنا يدي الريس الصحة والعافية والحكمة. يعني انا مثلا عندي والدي في البيت مثلا مسؤول عن اسرة، فكره شغال على طول، ما ذلك بقى الريس مسؤول عن كام 70 مليون مواطن ده اللي موجودين في مصر. 70 مليون مصري ما انا بقول 70 مليون مصري ده اللي موجود في مصر، ما ذلك بقى ولاده بقى في المهجر اللي في الغربه، فاكيد برضه هو فكره شغال بالنسبه ليهم. فالقرار ده كان قرار حكيم قوي قوي قوي، حب يرد بيه بطريقه سياسيه محنكه للعالم كله ان مسيحيين مصر او مصريين سواء مسيحيين او مسلمين فهم اخوات وعلى مائده واحده. منى، مين اول واحد بتتصل بيه بعد عودتك من الكنيسه وتقولي له كل سنه وانت طيب، او تقولي لها كل سنه وانت طيب؟ هي طبعا اول حاجه طبعا لماما وبابا عندي في البيت، وتاني واحده وهم بيبقوا معاكي في الكنيسه. ماما كاميليا وبابا كاميليا وابونا بولا، ماما كاميليا وابونا بولا دول اول حاجه انا بقول لهم. وطبعا اخويا عماد، لان اخويا عماد مثل الاعلى وبيقف كتير قوي معايا وبيساندني، لان هو فعلا هو ما اتكلمش عن نفسه، يعني تديني فرصه ان انا اتكلم. عجبني قوي 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 في الاستاذ عماد سمائيل موائد الرحمن اللي بيعملها في رمضان. دي كانت حاجة يعني بصراحة بهرتني جدا جدا جدا. واليافطات اللي هي بتنزل تهنئة لاخواتنا المسلمين اللي احنا عايشين معاهم، وفعلا